السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا اوريكم طريقتي في تسييح اللية في البيت. هنقول بسم الله. انا جايبه 2 كيلو من اللية صافي، وعندي كام كده بطرمان كنت محوشاهم قشطة لبن. عندك قشطة عادية جايباها من السوبر ماركت بس تكون برضو مضمونة، او عندك كوبايتين من اللبن البلدي برضو هتقضي الغرض. هنحطهم في الكبة ونضربهم بالطريقة دي، او نجيبهم مفرومين او قطع صغيرة خالص على ايدينا، وهنحطهم في الحلة بالمنظر ده. بعد كده هننزل عليهم. عندي هنا كنت ماليه بطرمانين كبار قوي قشطه كنت محوشاها، وبحطهم عليها برضو، بحط عليهم شويه من الميه عشان ما يتحرقوش، وبغطي عليها وببدا اقلب. بصوا بقى، في حاجات بني غامق دي القشطه بتاعه اللبن، لكن القطع الكبيره دي والحاجات الصغيره دي اللي هي برضو هقول لكم هنعمل بيها ايه. احنا ما بنرميش حاجه، هقول لكم نستغلها ازاي. كده كانت بدأت تستوي، كده استوت خالص. بصوا بقى اتقلبت لونها شفاف خالص ازاي، لا فيها حاجة لونها ابيض ولا لبن ولا اي حاجة. كده خلاص. لما استوت هنطفي عليها واقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا ده القشيم الصغير بتاع القطع اللي اتفرمت، وفي قطعة كبيرة برضو الكبة ما فرمتهاش، اقول لكم نعمل بيها ايه اللي هي دي. ما شاء الله، دي سر من اسرار طعامة المطبخ وجماله. كده عندي بطرمانات اللي هي بتاعت الشوكولاته، انا ما برميهاش. اي بطرمان بقى عندك نضيف. بعد ما تهدى هنبدا بقى نصفيها ونشيل القطع الكبيره دي على جنب، اقول لكم نعمل بيها ايه. ما شاء الله، بتبقى طعم وريحه للاكل جميله. مفيش حاجة عندنا تترمي بعد ما خلاص صفينا المنظر ده. شفتوا الحاجات البني دي بتاعت القشطة بتاعت اللبن، شلتها على جنب ودي هتترمي خلاص. لكن بقى القطع الكبيرة على الصغيرة اقول لكم نعمل بيها ايه. هنجيب هنا يا الكبة يا الخلاط يا الهاند بلندر، وهننزل فيها طحن بالمنظر ده. بس بتريحي الهاند بلندر او الخلاط، ما تضربيش على طول عشان الموتور ما يتحرقش. بصوا بتطحنها لي، بتخليها لي فظيعه. بصوا بقى، لاني فيها سمنه وفيها دهون لسه فيها قطع ليا كبيره. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم سر من اسرار جمال المطبخ وطعامته وحلاوته وريحه الاكل بتاعه. بصوا بعد ما ضربت الكميه كلها، كل اللي انا هعمله هدخلها التلاجة عشان بس تهدى شويه وتاخد من حراره التلاجة وتبقى كريمي، عشان اعرف اعبيها في الاكياس بالمنظر ده. بصوا بقى، شايفين كمية الدهون والترميلة واللون الحلو ده؟ انا عايزاه بالسمك ده بالظبط. بعد كده هجيب اكياس المطبخ، وهبدا اعبي في الكياس بالمنظر ده. لو سايله بقى مش هعرف اعبيها كده، لان انا عايزه ابططها بحيث ان انا بالمنظر ده، بحيث ان انا لما اجي عايزه اخد قطعه كبيره قطعه صغيره على قد الاكله، اخدها بتتقطع معايا بكل سهوله بالمنظر ده. انا بعشق الطريقه دي بتاعت الطبطبه بتاعت الكيس. بتقطع معايا كل حاجه بسهوله بالمنظر ده. هعبي برضو الطبق التاني وهحطه في الفريزر. انا عندي بقى هنا قطعه لحمه بس ما فيهاش نسبه الدهون اللي انا عايزاها، فبعمل ايه؟ ما بحطش زيت. بحط بص، شفت القطعه الصغيره دي بقى اتقسمت معايا بكل سهوله، واحط البصل وهملح وفلفل، وبقت معايا احلى حته لحمه في البيت بالمنظر ده. عندي بقى شاورما، عندي طبيخ من غير لحمة، عندي حواوشي وكله كوم، وعندي لما بتتحط في المحشي كوم تاني. بصوا بقى الشكل، اللون، ترميلتها فظيعة. القشطة بتوديها او اللبن البلدي في حتة تانية خالص. ما بتحسيش بطعم اللي هي المزعجة. لا لا، بتحسي بحلاوة الاكل اللي انت عاملاه. وانا سمعتها من شيف قبل كده بيقولك مفيش حد بيعمل اكل وحش، او مفيش اكل وحش، احنا اللي بايدينا لو كترنا حاجة زيادة عن اللزوم بنقلبها لحاجة وحشة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم. باي باي.